يا جدعان، اخي وحبيبي وعزيزي اللي ليل نهار داعك لنا السوشيال ميديا شكوى من الاسعار وشكوى من غياب الرقابه، والفراخ راحت فين واللحمه راحت فين. الفراخ مش لاقيينها، لا ده اللحمه غليت. طيب لحمه بقى اخواتك اللي عماله بترخص كل يوم دي انت مش شايفها؟ واخواتي بقى اللي هم اعز منهم الى قلبي، اللي هم اللي احلى منهم، اللي هم بتوع ولا يشغلك ولا اي حاجه، انت طالما ده رزقك في السماء وكده كده هيوصل لك. هو انتوا دول ودول انتوا مش شايفين اللي بيحصل؟ يعني لما انت عندك لسان قد كده وكل يوم طالع داعك لنا الدنيا على الاسعار والفراخ واللحمه والاكل، انت ما بتتكلمش الا في الطفح بتاعك. انت الناس دي انت مش يا جدعان، من راى منكم منكر، الناس بتموت، من راى منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبقلبه لم يستطع بلسانه وذلك اضعف الايمان. بيده دي انا قلت لك من كام يوم، قلت لك يده دي لو طلعت انت رحت نطيت السور ورحت مش هتعمل حاجه، الدنيا هتموت زيهم بالطيران برضه، مفيش حاجه تتعمل. فانت عايز جيشك يتحرك، صح الكلام؟ صح الكلام. هتعمل ايه انت؟ هل انت بتعرف تسوق دبابات؟ هتطلع تاخد الدبابات انت وتطلع بيها، ولا هتروح تقعد تزق الدبابات في الصحراء لحد ما توصل بيها هناك؟ في جيش وفي قياده وفي رئيس وفي حكومه. طالب بقى، هو ده لسانك بقى، طالب بقى. ما انت لسانك قد كده وليل نهار عمال بتشتكي من الاسعار وتشتكي من الغلا وتشتكي من الدنيا. طب ما انت بتشتكي اهو، ما تشوف بقى، والله حالك ما هيتصلح. اتكلم على الاكل زي ما انت عايز تتكلم، والمصحف ما حالك ما هيتصلح. طول ما الناس اللي هناك دي جعانين وبردانين وشبعانين موتوا وبيموتوا بابشع الطرق، ده وضع يورث النجاسه. ده هي لو ماشيه هتقف، فما بالك بقى ان هي اصلا كده كده بركت. انت هي كده كده اصلا بركت خلاص، هي لو ماشيه هتقف. ده وضع يورث النجاسه يا جدعان، مش ممكن. يا حبيب قلبي، ما دام انت فيك صحه تخش تناهد، وفيك صحه تخش تتكلم مع صحابك، وفيك صحه وفيك حس تتكلم على الدنيا والخراب والاسعار، اتكلم على اخواتك اولى. لان يا حبيبي مهما اتكلمت ربنا عدل. لو يجي التاني يقول له ايه، ربنا موجود، رزقك مش هيروح، ما تخافوش من، ما هو عشان ربنا موجود خاف بقى، عشان ربنا عدل وربنا موجود انا عايزك تخاف. لان الوضع اللي موجود ده ربنا ما يرضاش بيه. الناس بيتمثل بيهم، بيتعمل بيهم ما لا رأته البشريه من قبل. فهو الوضع ده عشان لو انت عارف ان ربنا موجود خاف بقى، خاف. لا والله ما هتمشي، هنموت من الجوع. يعني لو انت مستني ان انت لا والله هنموت من الجوع بجميع الحساب. عايز تحسبها بقى ورقه وقلم، تحسبها مع نفسك، تحسبها على شيت اكسل. احنا مش هنطلع من اللي احنا فيه ده الا لما الحرب دي تقف. انا بقولها لك اهو قولا واحنا، احنا مش هنطلع من اللي احنا فيه ده الا لما الحرب بجميع احسبها زي ما انت عايز تحسبها، زي ما انت عايز تحسبها. انا يعني اولا انا مش عايز، انا يعني هخلص لك الحته اللي انت ما بتحبهاش عشان انا مش عايز اطول عليك فيها، نخلص منها. ليس منا من بات شبعان ولا جاره جائع. كان الله في عون العبد ما كان. انا مش بكلمك في خطب، انا بكلمك تربيه دينيه الصف الثالث الاعدادي. دي الاحاديث اللي كنت بخش، احنا كنا بنخش الدين بعد امتحان العربي. هم الحديثين دول عديت بيهم اولى اعدادي ثانيه اعدادي لحد ثالثه ثانوي، نفس الحديثين بخش ارصهم. ما ليس منا من يمكر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وكان الله في عون العبد ما كان العبد في، والمسلم للمسلم كالبنيان. انا بكلمك، انا بقول لك ايه ده. انا واضح بقى ان انا كنت بخش اكتب واعدي، وفي ناس بتخش ما بتكتبش وبتعدي برضه، لان حاسس الناس مش دريانه. مش هم دول الحديثين اللي احنا كنا حافظينهم الف ب؟ فهي كان الله في عون العبد كما كان العبد. هي مش هتفك معانا طول ما احنا قاعدين في الوضع النجس ده، مش هتفك معانا يا جدعان. ادي رقم واحد. بلاش بقى قلت لك الكلمتين اللي مش عاجبينك اقول لك كلمتين غيرهم، خلاص سيبك من الحسبه، تعالى نحسبها بطريقه ثانيه. طول ما الحرب دي شغاله يا جدعان، طول ما الحرب دي شغاله، احنا الكارته بتاعتنا احنا ما بنقطعش، الكارته واقفه. في اشغالات في البحر الاحمر، الناس كله راح مسك الاقليمي هناك وانت ما بتقطعش ما بتعدش. دي الكارته اللي بتجيب لك الاورو مش شغاله. يعني هتعتمد بقى على الكارته بتاعت الصحراوي ومدينتي، دول بيعدوا ورق بردي اللي هو عليه ابو سمبل، ده ما بيتحسبش مش شغال. فاحنا عندنا ورقه دخل رئيسيه او مصدر دخل رئيسي عطلان، مش هيشتغل غير لما الدنيا دي تقف. ادي رقم اتنين. رقم تلاته، حضرتك دلوقتي ساكن على ناصيه بلكونه صف اول بتطل على التوتر مباشره. ده في عرف العالم كله اسمه جيو بوليتيكال انستابيليتي. الكريدت ريتنج ايجنسيز كلها ماسكه الكريدت ريتنج بتاعك، عماله نازله فيه دعك لما اتنحل. طبعا مش ده السبب الوحيد، مش ده السبب، بس ده جزء من الاسباب. يعني الكريدت ريتنج بتاعنا متاثر بالوضع اللي احنا فيه. النصه اللي احنا واخدينها على الشارع المتوتر، الوضع ده بيأثر على الكريدت ريتنج بتاعك. وده برضو مش هيتحل غير لما الدنيا دي تقف. دي رقم ثلاثة. رقم أربعة، قلتها 100 مرة قبل كده يا جدعان، اللي بيحصل ده يخصنا، يخصك. حتى لو انت نتن وبتاع مصلحتك، ده يخصك. ليه؟ يا جماعة ولاد العم لو خدوا الحتة دي
انت خلاص العدو الاستراتيجي بتاعك بقى على الحدود، على السور، على السور. والله ما صح انه يبقى على السور، مش صح تستنى ما يبقى على السور. خلي بالك الجيش بتاعك عمال بيهدد وبيندد بالحركه على محور فيلادلفيا، لان استراتيجيا ده مش صح. انا مش مؤمن قوي بمدى اسمها ايه الفيزابيليتي، يعني بمدى جدوى ان فعلا قناه بن جوريون دي تتعمل. انا مش مؤمن، بس لو اتعملت ده الناس مش هتمسك الاقليمي بقى، ده صلاح سلم المتجه الى المطار مباشره. انت الكارته بتاعتك دي خلاص يعني. بص قناه السويس دي هننزل اخيرا نعوم فيها، اخيرا بقى مش حاجه هتعدي، هننزل نعوم فيها. لان اكيد احنا علاقاتنا بالعالم مش زي علاقه ولاد العم بالعالم. فتعالى يا عم عدي من هنا بدل ما تعدي من هناك، هيعدي من هنا بدل ما يعدي من هناك. لو اتعملت هنقلع. ادي رقم 4. اعد لك ايه تاني؟ الحرب دي لازم تقف. فانت دورك انك تتكلم، انت ورق الضغط يا حبيب قلبي، انت ورق الضغط. انت ليه الريس اول ما حصلت الاحداث قال لك انزلوا الشوارع؟ بيضغط، بيقول لهم اهو بص الدنيا هنا لو سبت الدنيا هتبوظ. هو بيقول كده، انا لو سبت الدنيا هتبوظ. ده اسمه ضغط. زي ما العالم كله الشعوب كلها نزلت تضغط، انت طبعا دلوقتي خلاص كله نام، ما هي دي المصيبه، كله نام. انت لازم ترجع تضغط تاني. لازم يا عم اعمل اللي عليك، حتى لو كلامك ملوش لازمه اعمل اللي عليك. ما انا قلت لك انت مش هتعرف تروح تزق الدبابه، الدبابه ليها صاحب، فانت مش هتروح تزقها، بس عندك لسان بقى تتكلم بيه. هو ده خلاص، بيده مش جايه، بلسانه بقى. هل انت اخرس قاعد كلنا عمالين بنغير بقلبنا وذلك اضعف الايمان؟ كلنا مفيش حد فينا عنده لسان يتكلم بيه؟ يا جدعان الوضع اللي انتوا فيه، اللي طالع كل يوم ليل نهار الدنيا عمال تراقب الاسعار وهي طالعه، وتراقب الاسعار وهي مفيش وهي نازله بقى، طالعه وعماله بتزيد ارتفاعا. والله العظيم اللحمه ما هترخص غير لما لحمه اخواتك تغلى. قولا انا بقول ربنا عدل. اللي بيحصل حوالينا ده مش طبيعي، ده ضد الفطره. فيا جدعان طالما فيك حيل انك تقعد تهري، بعد اذنك حس على دمك، حس على دمك. اللي احنا فيه ده لن ينتهي. طب الحرب دي عشان تقف، الحرب دي عشان تقف لازم ولاد العم يحسوا ان احنا ممكن، ان الجيم ده ليه تايم. هو حاسس ان هو كده احنا مدين لهم احساس ان احنا حاجزين اوبن، ده هو كده حاجز اوبن. انت لازم تحسسه ان هو رباعيه، طب نصايه، طب اي حاجه. انما لا، انت مديله احساس ان انت مهما عملت. لا انت لازم يا جدعان، احنا لازم نطالب. طالب يا باشا، انت عندك رئيس وعند طالب رئيسك وطالب حكومتك وطالب الدنيا ان احنا نعمل اي تهويشه. انا ما بقولش يا جدعان نروح نحارب، انا ما بقولش كده. انا بقول انت لازم تدي احساس للطرف ده ان انت ممكن في وقت من الاوقات تتحرك. ده اللي هيخليه يبتدي يفكر. انما انت مش مديله اي سبب يفكر يقف. فعلا حاجز له اوبن، الراجل جه نزل اوبن، مفيش حد جاي وراه وترابيزه البنج معاه ويدي زي ما هو عايز يدي بقى. وانا والليل وهواك والانفاق والاشواق زي ما هو عايز بقى، مش هيمشي لما الانفاق تخلص. قاعد بقى، قاعد. وانا عديت لك خسايرك، انا عديت لك خسايرك من شويه. طول الحرب ده احنا اللي بنخسر فيه، احنا احد الاطراف الخسرانه فيه. عشان الحرب تقصر لازم انت توحي للطرف ده ان انت ممكن تتحرك. انت مش مديله ايحاء، لازم تبدا تديله ايحاء. حتى زي ما عملت كده لما كام واحد اللي عدوا على معبر العوجه دول، ما انت ما تفتكرش ان دول عدوا كده، ما انت بتهوش. اي حاجه، اي لقطه تحسسه انه ممكن يحصل حاجه، لازم تحسسه انه ممكن يحصل حاجه. لازم افتح المعبر ودخل معونات عافيه، هي دي اداه الضغط. يا جدعان مش طبيعي ان احنا قاعدين ولا على بالنا، والله ما طبيعي. والله هنتحاسب، والله ما هتمشي. اللهم بلغت اللهم فشل.